لو ابن حضرتك بيتحرك كتير او تركيزه ضعيف، امتى نقول ان دي شقاوة وامتى يحتاج تقييم لفرط الحركة وتشتت الانتباه؟ الحيرة بتحصل لان كل الاطفال بيتحركوا ويسرحوا خصوصا وقت الواجب، كأن الكتاب اول ما بيتفتح بيشغل وضع الطيران على طول. وكمان الطفل اللي عنده مشكلة فعلا ممكن يركز في لعبة بيحبها، لان التركيز في حاجة ممتعة غير تنظيم التركيز في حاجة مطلوبة منه. طيب نعمل ايه؟ في 5 خطوات هيفرقوا جدا في تقييمك للطفل. اول حاجة نلاحظ الصورة الغالبة على الطفل ايه؟ هل التشتت هو الاوضح ولا الحركة والاندفاع ولا الاتنين مع بعض؟ لو بيتحرك ويقاطع ومش بيستنى دوره وبيتصرف قبل ما يفكر، فالحركة والاندفاع هنا هما اللي هيكونوا غالبين. طيب لو كان هادي لكنه بينسى، بيضيع حاجته، بيسرح، مش بيكمل المطلوب منه، هنا هيكون التشتت هو الغالب. وممكن الحركة والتشتت يكونوا موجودين مع بعض، يعني ممكن يبقى عنده فرط حركة من غير تشتت واضح او تشتت من غير فرط حركة. الخطوة الثانية هنطبق قاعدة ال4 أسئلة على سلوك الطفل. هل سلوكه مناسب لسنه ولا اكتر بوضوح من الاطفال اللي في نفس عمره؟ طب هل هو مستمر، يعني بقاله على الاقل 6 شهور او اكتر، مش مجرد فترة عابرة؟ طيب هل بيظهر فين السلوك ده؟ في مكانين على الاقل زي البيت، المدرسة، ولا البيت بس؟ رابع حاجة، هل السلوك ده مؤثر فعلا في حياته، يعني معطل دراسته، حياته اليومية، مش بس ان هو مزعج للكبار وخلاص؟ لو معظم الاجابات ده مش معناه ان التشخيص اتأكد، لكنه الطفل محتاج تقييم مهني كامل. فهنخش على الخطوة الثالثة. قبل ما تروح للدكتور حضر سجل المواقف لمدة 2 أسبوع. اكتب الموقف، الطفل عمل ايه بالظبط، استمر قد ايه، احتاج نفكره كم مرة، نام كم ساعة، وايه تأثير السلوك ده معاه. يعني مثلا بدل ما نكتب كان شقي جدا، اكتب قام من مكانه 6 مرات في ربع ساعة مذاكرة. وخد من المدرسة كمان ملاحظات واضحة عن تركيزه، بيكمل المطلوب منه ولا لا. المقاطعة وانتظار دوره في المدرسة ده بيساعد الدكتور انه يشوف الحقيقة كاملة مش انطباع بتاعنا احنا. الخطوة الرابعة هنبدأ الخطة العملية ازاي؟ بعد ما الدكتور يستبعد مشاكل النوم، السمع، النظر، القلق، صعوبات التعلم نفسها، وان مفيش سبب تاني يفسر لنا الاعراض، هنحدد سلوكين او 3 نشتغل عليهم. زي مثلا انه يكمل جزء من الواجب بتاعه او يستنى دوره. في البيت هيبقى فيه روتين ثابت، هيبقى طلب واحد قصير كل مرة، مكان هادي، نقسم له الواجب شوية اجزاء صغيرة بينهم فواصل حركة. ومع كل سلوك صح الطفل يعمله لازم نستخدم معاه نظام المكافأة الفورية، زي المدح، كلمة تشجيع، نديله نجمة، ونديله وقت لعب زيادة، او نخليه يختار حاجة بيحبها. المهم يعرف انه اتكافئ على ايه، ولازم المكافأة تيجي بعد السلوك على طول. وفي المدرسة برضو لازم نتفق مع المدرسة على شوية تعليمات قصيرة كده نقلل الحاجات اللي بتشتته، يكون في تقرير متابعة بسيط بين الاهل وبين المدرس. وبعد كده نبدأ نراجع ايه اللي اتحسن، ايه اللي محتاج تعديل او علاج اضافي. الخطوة الخامسة، الدواء امتى ونتابعه ازاي؟ قبل سن 6 سنين العلاج السلوكي هو الاساس، والدواء بيتناقش بس لو الحالة شديدة ومفيش اي تحسن واضح، والدكتور ممكن يحتاج يضيفه يعني ابتداء من عمر 6 سنين. طيب كمان قبل ما نبتدي الدواء بنسجل لازم للطفل وزنه، طوله، وضغطه، وبنحدد هدفين واضحين قدامنا نقدر نقيمهم. يعني مثلا زي انه يكمل الواجب، يقلل المقاطعة. في ادوية ممكن يبان تأثيرها من اول يوم، وادوية تانية هتحتاج اسابيع علشان تديني التأثير اللي انا محتاجه. كمان هنتابع كل اسبوع التحسن، الشهية بتاعته، نومه ومزاجه، ولازم ناخد رأي المدرسة. الهدف ان اداء الطفل يتحسن مش انه يبقى ساكت على طول. والاهم ما تخليش كلمة شقي او كسول تبقى هي الصورة اللي ابنك شايف نفسه بيها. افهم السبب قبل ما تحكم، وقولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتقلقكم، الحركة ولا التشتت؟ ودمتم في صحة وعافية.